أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن تقديره لدور المحامين للنهوض بمهنة المحاماة التي تساند القضاء البحريني في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا جلالته أهمية دور المحامي البحريني في الحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة والدفاع عن مصالحهم لما يمثله من ضمان لأصحاب الحقوق في حفظ حقوقهم والحرص على إحقاق الحق بالتعاون مع السلطة القضائية. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى حفظه الله في قصر الصفرية هذا اليوم المحامية جميلة علي سلمان رئيسة جمعية مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية مع مجموعة من المحامين والقانونيين، وذلك في إطار لقاءات جلالته المستمرة مع المواطنين الكرام، معربا عن فخر مملكة البحرين بهذه النخبة من رجالها ونسائها الذين يحرصون على القيام بواجبهم تجاه وطنهم ومواطنهم. وأضاف جلالته قائلا إننا حققنا معا الكثير من الإنجازات التنموية والديمقراطية الكبيرة التي نفخر بها من ميثاق عمل وطني شارك وصوت عليه أهل البحرين بأغلبية كبيرة، ودستور ومحكمة دستورية وبرلمان وانتخابات حرة نزيهة وحرية صحافة وديوان للرقابة المالية والإدارية وقضاء مستقل ونزيه في دولة القانون والمؤسسات، وأنتم خير من يعيننا على تحقيق المزيد وتطبيق القانون إضافة إلى وعي وثقافة أهل البحرين. وقال جلالته إن البحرين بحمد الله بخير، وإن على ثقة أن ما مرت به كانت سحابة وانجلت بفضل تكاتف الجميع وترابطهم، مشيرا جلالته إلى أن البحرين مرت عليها من قبل العديد من الأزمات واستطاعت أن تعود قوية شامخة، داعيا جلالته حفظه الله الجميع لتعزيز الوحدة الوطنية والمزيد من المحبة والتكاتف لمواصلة الطريق نحو المستقبل المشرق بعون الله. وثمن جلالته الجهود الموفقة التي يبذلها المحامون في خدمة الوطن ومساندة الحقوق وتأكيد العلاقة الطيبة بينهم وحرصهم على إظهار ما يجمع شعب البحرين من محبة وترابط وأخوة وعدم إفساح المجال لكل من يحاول الإساءة لوطننا العزيز. المصلحة الوطنية نقف اليوم أمام جلالتكم وشعب البحرين والعالم، ونحن نمثل العقل القانوني لهذا البلد المعطاء لنقولها بقوة تماثل قوة القانون. إذا نادى الوطن وقف أمامه كل شيء، فلا مناطقية ولا فئوية ولا طائفية تعادل قيمة الوطن. صاحب الجلالة، لم تكن البحرين يوما من الأيام في أرضها وشعبها بلدا عاديا، بل هي دولة ترسخت أركانها وعاش أفرادها في ظل القانون المتصف بالتجرد لتحقيق العدالة دون تمييز. وما المشروع الإصلاحي لجلالتكم إلا دليلا ساطعا في هذا المجال.
فقد استلهم التاريخ وقرأ الواقع بتأني وقدم للشعب ليفهم ذلك بما لديه من موروث حضاري، فقال له نعم بنسبة تتجاوز 98%، الأمر الذي ارتضى الشعب أن يؤكد الشرعية والاستمرار على نهج الآباء والأجداد الذين أكدوا على تلاحم المجتمع ووحدة مصيره والعيش المشترك الذي لا تفت عضده مؤامرات خارجية أو أغراض شخصية داخلية، بل وطن يحتوي الجميع وترابه غاليا تهون في سبيله الدماء. صاحب الجلالة، إذ نقف أمام جلالتكم اليوم مؤكدين استمرار العهد على الإصلاح والبناء لتكون البحرين بعطاء شعبها وحكمة قيادتها شامخة دائما ترتقي إلى مصاف الدول الحديثة، وإننا كمحامين يجمعنا الدفاع عن الحق والعدالة وسيادة القانون. نؤمن إيمانا راسخا بوحدة هذا المجتمع واتفاق كلمته على ما هو خيرا للبحرين حاضرا ومستقبلا وشعبا وقيادة، ونعلن تأييدنا التام لكافة الإجراءات القانونية التي اتخذتها القيادة الرشيدة لإعادة الأمن والأمان لربوع الوطن استنادا للشرعية الدستورية التي تقدر سلامة الدولة أولا، ثم تراعي حقوق المواطنين وحرياتهم بما يضمن سلامتهم من الأخطار الداخلية والخارجية. كما ندين التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكتنا الغالية والذي ظهر جليا أمام العالم من خلال تصريحات وتحركات المسؤولين بالدولة الإيرانية، ونعلن استنكارنا لما بثته وسائل الإعلام المنحازة والمأجورة التي تحاول تشويه الواقع السياسي في المملكة، ونعلن تأييدنا التام للشرعية القانونية لتواجد قوات درع الجزيرة والذي كان مطلبا شعبيا ملحا لدرء الخطر الخارجي. صاحب الجلالة، نعلن أمام جلالتكم اليوم نحن محامي البحرين تسخير كل إمكانياتنا لنصرة قضايا وطننا العادلة في الداخل والخارج، وما تحركنا إلا طريقا اخترناه لتصحيح الصورة الغير حقيقية عن وضع مملكة البحرين والمنقولة من جهات أخرى لها مآرب بدت ظاهرة. نسأل الله أن يوفق جلالتكم لما فيه خير البحرين وشعبها، وشكرا.